عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف الأول الثانوي. النهاردة إن شاء الله هناخد أول درس في حساب المثلثات المتطابقات المثلثية. على العهد أبطال، هنكمل المشوار ونجيب الرياضة في شوار. بسم الله، صلى على رسول الله. هبدأ بأول درس في الترم الثاني في حساب المثلثات لحبايبي أولى ثانوي. طيب أنا عايزك قبل ما تسمع الدرس ده هتدخل على القناة بتاعتنا إن شاء الله، هتختار قائمة تشغيل، هتختار حساب مثلثات الترم الأول. في حلقتين مهمين خالص لازم تسمعهم قبل ما تبدأ في الفيديو ده. الحلقة الأولى اسمها الدوال المثلثية، الحلقة الثانية اسمها الزوايا المنتسبة. يبقى لازم أسمع الحلقتين دول مبدئيا قبل ما تكمل الفيديو ده. يبقى قبل ما أبدأ الفيديو بتاع الحلقة بتاعت النهاردة لازم أدخل على القناة بتاعتنا، أختار قائمة تشغيل، أختار قائمة حساب المثلثات، وبعد كده اختار درسين مهمين خالص، الدوال المثلثية والزوايا المنتسبة. هسمعهم وبعد ما اسمعهم ابدا اسمع الدرس ده. خدنا احنا الترم الاولاني الدوال المثلثية في الدوال الاصلية اللي هي الجاء والجتا والظا. خدنا المقلوبات، الجاء مقلوبها واحد على جاء يعني قتا، الجتا مقلوبها قا، الظا مقلوبها زطا. خدنا بعد كده الزوايا المنتسبة، خدنا التحويلات الأصلية أو التحويلات والتحويلات المشاكسة، التحويلات الأصلية أو التحويلات العادية والتحويلات المشاكسة، ودرسناهم بالتفصيل. عشان كده بقول لك لازم تسمع الحلقتين دول. هدخل في الجزء بتاع النهارده المتطابقات المثلثية. هبدأ بدايرة الوحدة. ايه يا مستر دايرة الوحدة؟ دايرة الوحدة هي الدايرة اللي مركزها نقطة الأصل. دايرة الوحدة هي الدايرة اللي مركزها مين؟ نقطة الأصل، وأي نص قطر موجود فيها بيمثل واحد من وحدات الأطوال. يعني نص القطر بتاعي بيساوي 1 سم أو 1 متر أو 1 ديسيمتر أو 1 كيلومتر. بصيت على دايرة الوحدة، أي نقطة على دايرة الوحدة ليها إحداث سيني وليها إحداث صاد. دي بتمثل قيمة س ودي بتمثل قيمة صاد. عندي زاوية اسمها سيتا. أول ما أسألك على الجا سيتا، يعني إيه جا؟ يعني مقابل على وتر، يعني صاد على واحد بصاد. أول ما أسألك على جتا سيتا يعني مجاور على وتر، يعني س على واحد بتساوي كام؟ س. يعني ممكن أشيل السين أحط مكانها جتا، ممكن أشيل الصاد أحط مكانها جا. يبقى الإحداث السيني بيمثل جتا والإحداث الصادي بيمثل جا. يبقى أي نقطة على دايرة الوحدة الإحداث السيني بتاعها جتا والإحداث الصادي اسمه جا. أنا هنا عندي مثلث قائم الزاوية، يبقى هطبق نظرية مين؟ فيثاغورس. نظرية فيثاغورس بتقول لي إيه؟ مربع الضلع الأولاني زائد مربع الضلع الثاني هيساوي مربع الوتر. مربع الواحد هيديني كام؟ واحد. المعادلة اللي قدامي دي اسمها معادلة دايرة الوحدة، أخدناها الترم الأول. ممكن أشيل الصاد أحط قيمتها بجا، تبقى دي جا تربيع. ممكن أشيل السين أحط مكانها إيه؟ جتا، تبقى جتا تربيع بتساوي واحد. هنا مستر عايز أفهم حاجة. إيه الحاجة اللي عايز أفهمها؟ إن أول قانون اسمه جا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا بتساوي واحد. ممكن أثبت الجا وانقل الجتا تبقى واحد ناقص جتا. ممكن اثبت الجتا واحط هنا ايه؟ اودي الجا الناحيه الثانيه تبقى واحد ناقص جا. عندي 3 قوانين هنا اتحفظوا بعد ما انا فهمتهم. خلاص كده يبقى جا تربيع زائد جتا تربيع بتساوي واحد. اسيب الجا على اليمين واودي الجتا الناحيه الثانيه، يبقى جا تربيع بتساوي واحد ناقص جتا تربيع. طب ممكن اقول لك ان اثبت الجتا واودي الجا الناحيه الثانيه تبقى جتا تربيع هتساوي واحد ناقص جا تربيع. يبقى القانون الاول استنتجت منه كام قانون؟ قانونين. رجعت للمعادلة الأصلية اللي هي جا تربيع زائد جتا تربيع بتساوي واحد. هنا ايه رأيك ان انا هقسم على الجتا تربيع؟ قسمت هنا على جتا تربيع، قسمت هنا على جتا تربيع، قسمت هنا على جتا تربيع. تمام كده يا عم احمد؟ دي اسمها معادلة دايرة الوحدة، كلها قسمت على ايه؟ على جتا تربيع. طيب ماشي، جا على جتا تديني ظا، جا على جتا تديني ظا. جتا مع الجتا ادتني كام؟ واحد. واحد على جتا تديني قا تربيع. يبقى أنا عندي المعادلة الثانية اللي أنا وصلت لها اللي هي ظا تربيع زائد واحد بتساوي قا تربيع. ظا تربيع زائد واحد بتساوي قا تربيع. ظا هتديني قا، ظا بالتربيع مع الواحد تديني قا. المعادلة دي ممكن استنتج منها كذا حاجة. يعني ممكن أسيب الظا زي ما هي أهي، أودي الواحد الناحية الثانية تبقى قا تربيع ناقص واحد، يبقى ظا تربيع بتساوي قا تربيع ناقص واحد. تمام يا عم؟ ممكن اودي الظا دي الناحيه الثانيه باشاره مخالفه. يعني هتبقى ايه يا عم احمد؟ قا تربيع ناقص ظا تربيع هتساوي كام؟ وديت الظا الناحيه الثانيه تبقى قا تربيع ناقص ظا تربيع بتساوي كام؟ واحد. ممكن اسيب الظا دي زي ما هي اهي، ادخل القا واطلع الواحد، ادخل القا باشاره مخالفه
واطلع الواحد باشاره مخالفه يبقى -1. يبقى القانون اللي انا وصلت له استنتجت منه كام قانون؟ 3 قوانين. رجعت انا للقاعده الاصليه بتاعتي اللي هي جا تربيع زائد جتا تربيع بتساوي كام يا عم احمد؟ 1. هنا قسمت المعادله كلها على جتا. المره دي انا هعمل ايه؟ هقسم المعادله كلها على جا. اول ما قسمت المعادله دي على جا اصبحت هنا جا تربيع، تمام هنا، وهنا قسمت على جا تربيع، وهنا قسمت على جا تربيع. الجا مع الجا ضعوا مع بعض. جتا على جا تديني زطا، 1 على جا يديني قتا، تمام. يعني الزطا مع الواحد تديني قتا، تمام يا عم احمد. يبقى انا بقول لك هنا ايه؟ ادي زطا مع الواحد تديني قتا، تمام كده. اسيب الزطا، ركز معايا يا عم احمد هنا، اسيب الزطا اهي، اودي الواحد الناحيه الثانيه تبقى قتا تربيع ناقص 1. كويس خالص. ممكن اودي الزطا الناحيه الثانيه باشاره مخالفه، هتبقى قتا ناقص زطا تديني 1. هتبقى قتا اهي ناقص زطا تديني كام؟ 1. ممكن ادخل القتا واطلع الواحد، تمام كده. يبقى زطا هتفضل زي ما هي. دخل القتا بعكس الاشاره، طلع الواحد بعكس الاشاره. يبقى القاعده الاصليه دي استنتجت منها كام قانون؟ 3 قوانين. يبقى انا عندي هنا 3 قوانين، عندي هنا 4 قوانين، عندي هنا 4 قوانين. ال8 قوانين دول عايزك تحفظهم. انا عشان احفظ ال8 قوانين، انا عشان احفظهم صعب، طب انا عايز افهمهم. يبقى انا اول قاعده، خلي بالك هام جدا، ده الزتونه بتاعت الحصه. عندي جا تربيع زائد جتا تربيع هتساوي 1. حد عنده اعتراض؟ القانون ده انت حافظه، تمام. هستنتج منه قانونين تانيين. عندي الظا مع الواحد تديني قا، ظا بالتربيع مع الواحد تديني قا، تمام. عندي الزطا، زطا مع الواحد تديني قتا. يبقى القانون ده ممكن اطلع منه 4، والقانون ده ممكن اطلع منه 4، والقانون ده ممكن اطلع منه كام؟ 3، يعني على بعضهم ادي ال 11 قانون. عايزك تحفظهم زي اسمك. جا تربيع مع الجتا تربيع تديني 1، ممكن اطلع منه قانونين. الظا اللي من غير تاء مع الواحد تديني قا بس بالتربيع. الزطا اللي بالتاء مع الواحد تديني ايه؟ قتا. كده نبقى خدنا التلخيص الحلو خالص الجامد جدا التنين للدرس الاول للمتطابقات المثلثيه. يلا بينا ناخد تمارين الدرس. يلا بينا. اكتب في ابسط صوره. هدخل على اول سؤال في الدرس بتاع النهارده. هنا بيقول لي ايه؟ خلي بالك معايا. جتا باي على الاثنين دي معناها كام يا عم احمد؟ معناها 90. باي على الاثنين دي معناها كام؟ 90. انا قلت لك ايه يا بطل يا باشمهندس يا دكتور؟ قلت لك ان لازم تسمع الدرسين في بدايه الفيديو. قلت لك تسمع درس الدوال المثلثيه وتسمع درس الزوايا المنتسبه قبل ما تبدا في الفيديو بتاع النهارده. 90 ناقص خدناها الترم الاول، ده تحويله الربع الاول، تمام. بس دي تحويله مش عاديه، دي تحويله مشاكسه. يعني ايه مستر تحويله مشاكسه؟ يعني الجتا داخله على الربع الاول داخله على مكانها، تمام. يبقى ما دام داخله على مكانها يبقى اشارتها موجبه. داخله جتا تطلع جا في. دي تحويله الربع الاول بس تحويله مشاكسه. القا داخله على الربع الاول، موجوده في الربع الاول داخله على مكانها، بس داخله قا تطلع قتا، تمام. خلي بالك دي جا اصليه وقتا دي مقلوبها، يبقى دي الداله الاصليه في المقلوب بتاعها. يعني انا هشيل هنا بقى نزلت الجا في القتا دي معناها كام؟ معناها 1 على جا. خلاص كده الجا دي مقامها 1، فالجا ضاعت مع الجا ادتني كام؟ 1. يعني انت عايز تفهمني يا مستر دلوقتي ان اول ما اضرب الداله المثلثيه الاصليه في مقلوبها تديني 1. اي داله مثلثيه اصليه في المقلوب بتاعها تديني 1. يعني جا في قتا هتديني 1، ظا في زطا هتديني 1، جتا في قا هتديني 1. يبقى اي داله مثلثيه اصليه هضربها في المقلوب بتاعها هتديني كام؟ 1. بص يا سيدي هنا جتا تربيع، يعني الجتا دي مضروبه في نفسها مرتين، جتا في جتا دي مقامها 1 ودي مقامها 1. في القا دي 1 على جتا، في القتا 1 على جا. حلو خالص. الجتا تحت ضاعت مع الجتا فوق، الواحد ضاع مع الواحد والواحد ضاع مع الواحد، اصبح الناتج النهائي هنا جتا على جا هتديني زطا. جتا على جا تديني ايه؟ زطا. لكن لو جاء على جتا تديني ظا. الموضوع في منتهى السهوله. عايزك انت لما تحل الرياضه دي عشان تذاكرها
لازم تذاكر الرياضه دي بالورقه والقلم. يعني انت لما تاخد الفيديو اللي احنا بنشرحه النهارده سمعته، شوف المسائل المحلوله، خد سكرين شوت لراس السؤال، انقل راس السؤال في الورقه، شوف ان انا بحل ازاي، وارجع حله مره ثانيه، وارجع حله مره ثالثه بالورقه والقلم. لازم انت هتذاكر الرياضه دي ما بتتقريش، الرياضه دي بتتذاكر ورقه وقلم. يعني انا عندي سؤال، اكتب السؤال، شوف الحل بتاعه ازاي، وتروح حله مره ثانيه. اعيد السؤال، في سؤال ثاني غيره، هاخد السؤال فهمته تمام، بعد ما استوعبته تماما هاخد راس السؤال وبعد كده احل ورقه وقلم. لازم الرياضه تتذاكر ورقه وقلم، ما ينفعش الرياضه تتذاكر قرايه. طب ادخل على السؤال اللي بعده. خلي بالك 3 باي على 2 دي معناها 270. ماشي، باي على 2 دي معناها كام؟ 90. لو انت ركزت معايا 270 ناقص دي تحويله الربع الثالث، الواحد نزل زي ما هو، دي تحويله الربع الثالث، الزاطه داخله على الربع الثالث، داخله على مكانها يبقى اشارتها موجبه، بس دي تحويله مشاكسه، داخله زاطه تطلع ظا، تمام كده. 1 زائد دي تحويله الربع الاول، تمام، دي تحويله مشاكسه، الظا داخله على الربع الاول، داخله على مكانها، بس داخله ظا تطلع زطا، داخله ظا تطلع ايه؟ زطا. خلي بالك اول ما اقول لك 1 زائد ظا تديني قا، اما 1 زائد زطا تديني قتا، تمام يا عم احمد. قا على قتا، قا اهي على قتا، كتبتها بشكل تاني. القا دي معناها 1 على جتا، على القتا معناها 1 على جا. العلى دي هكتبها فيه، معنى ان انا اكتبها فيه يبقى هشقلب، بدل ما تبقى 1 على جا، بدل ما تبقى 1 على جا تبقى جا تربيع على 1. الواحد ضاع مع الواحد، اصبحت دي جا تربيع على جتا. خلي بالك جا على جتا تديني ظا ايه؟ تربيع. في اعتراض؟ لا مفيش يا مستر اعتراض، احنا ماشيين واحده واحده. يبقى قا على قتا تديني ظا. عايزك تركز في اللي جايه دي. لو انا شقلبتها وقلت لك قتا على قا، قتا على قا، قتا، يبقى انا لما اقول قا خفيفه على قتا تديني ظا، تمام. اول ما شقلب واقول لك قتا على قا تديني ظاطه، برافو عليك. هنا دخلت على السؤال ده اهو، باي على 2 تديني كام يا عم احمد؟ 90. كويس خالص. باي على 2 تديني كام يا عم احمد؟ 90. الله ينور. 90 ناقص دي تحويله الربع الاول، تمام، وتحويله مشاكسه. الجا داخله على الربع الاول، داخله على مكانها يبقى اشارتها موجبه، داخله جا تطلع جتا، ماشي، وهنا جتا، تمام، ناقص. خلي بالك معايا دي تحويله الربع الثاني، 90 زائد دي تحويله الربع الثاني، الجتا داخله على الربع الثاني. ما دام الجتا دخلت على الربع الثاني يبقى الجتا داخله على مكان مش مكانها. الربع دي تحويله الربع الثاني وتحويله مشاكسه. الربع الثاني فيه موجود مين؟ جا وقتا. الجتا داخله على الربع الثاني يعني داخله على مكان مش مكانها، يبقى عقابها اشارتها هتكون سالب. الجتا داخله على الربع الثاني فمش مكانها يبقى اشارتها سالب. دي تحويله مشاكسه، داخله جتا تطلع جا. في الباي دي معناها كام يا عم احمد؟ معناها 180. 180 ناقص دي تحويله الربع الكام؟ تحويله الربع الثاني. الجا داخله على الربع الثاني مكانها، ودي تحويله عاديه تدخل تبقى جا سيتا. السالب ضرب السالب يبقى ايه؟ موجب، تمام. شلت القوسين دول خالص اهم، كويس. اول ما اقول لك هنا جتا في جتا تديني جتا تربيع، جا في جا تديني جا تربيع، جا تربيع زائد جتا تربيع يبقى تديني كام؟ 1. جا تربيع زائد جتا تربيع تديني كام؟ 1. باي على 2 دي معناها كام يا عم احمد؟ باي على 2 معناها 90. باي على 2 دي معناها كام يا عم احمد؟ 90. تمام. هنا الباي معناها كام؟ 180. عايزك تركز. هنا بقول لك 90 ناقص دي تحويله الربع الاول. الجا داخله على الربع الاول. الجا داخله على الربع الاول، داخله على مكانها عشان هي موجوده فيه. طب ما دام داخله على مكانها يبقى اشارتها موجبه، بس التحويله دي تحويله ايه؟ مشاكسه. داخله جا يبقى تطلع جتا، تمام. فيه هنا تحويله الربع الاول، الزتا داخله على الربع الاول مكانها، بس داخله على مكانها يبقى اشارتها موجبه لان كل الدوال الاصليه والمقلوبات موجوده في الربع الاول. الزتا داخله على الربع الاول يبقى داخله على مكانها، يبقى اشارتها موجبه. داخله زتا تطلع ظا، ماشي. في 180 ناقص دي تحويله الربع الثاني. القتا داخله على الربع الثاني، يبقى القتا داخله على الربع الثاني، داخله على مكانها. مين اللي موجود في الربع الثاني؟ الجا والقتا. فالقتا داخله على الربع الثاني، داخله على مكانها، يبقى اشارتها موجبه، بس دي تحويله عاديه، تدخل القتا تاخد السيتا. الجتا هتنزل زي ما هي. في شلت الظافه كتب ايه؟ جا سيتا على جتا سيتا، تمام. في القتا 1 على جا. عم احمد الجتا مع الجتا والجا مع الجا 1 على 1، يبقى الناتج النهائي هتديني كام؟ الله ينور عليك يا مستر. يلا بينا نكمل التمارين. اثبت صحة المتطابقات الآتية. يعني ايه اثبت؟ اثبت يعني انا بلعب عند الطرف الايمن، هاخد الطرف الايمن واحطه في ابسط صورة، هبص الاقي اداني مين؟ الطرف الايسر.
في حته معلومه صغيره عايز اوصلها لك، اخدناها زمان في سنه رابعه ابتدائي، في جمع وطرح الكسور متحده المقامات ومختلفه المقامات. يعني مثلا اول ما اقول لك 3 زائد 9 وهنا 2 زائد 9، واضح ان الكسرين دول مقاماتهم متساويه، فانا هاخد ايه؟ واحد من المقامات المتساويه، وبعد كده هجمع البسط 3 زائد 2 تبقى كام؟ 5. اول ما اقول لك هنا 3 على 4 زائد 2 على 5، واضح ان المقامات هنا مختلفه، المقامات هنا ايه؟ مختلفه، فانا هضرب المقام الاول في المقام الثاني، هضرب المقام الاول في المقام الثاني، واقول ان حاصل ضرب الرقمين دول 3 في 5 بكام؟ ب 15. الاشاره اللي في النص زائد او ناقص تنزل زي ما هي، حاصل ضرب الرقمين دول 4 في 2 تديني كام؟ 8. كويس؟ طيب هدخل على المساله بتاعتي هنا، بتقول ايه المساله دي؟ اثبت ان ظا سيتا زائد زتا سيتا بتساوي قا في قتا. رحت انا هنا قلت الطرف الايمن، الطرف الايمن بيساوي كام؟ ظا سيتا يعني جا سيتا على جتا سيتا، زائد زتا معناها جتا على جا. كويس خالص. الطرف الايمن لسه بلعب عنده، واضح ان المقامات هنا مختلفه، ما دام المقامات مختلفه يبقى انا هضرب المقام الاول في المقام الثاني، واقول حاصل ضرب الرقمين دول تديني جا تربيع، الاشاره دي تنزل زي ما هي، حاصل ضرب اتنين دول تديني جتا تربيع، جا تربيع زائد جتا تربيع هشطبها واحط مكانها واحد. الواحد ده لو ضربته في واحد حصلت اي مشكله؟ لا طبعا، عشان واحد في واحد بواحد. شلت الفيل اللي من تحت وشلت الفيل من فوق، حولتهم الى كسرين مضروبين في بعض، الواحد مضروب في الواحد مفيش اي مشكله، والجتا مضروبه فين؟ في الجا. الطرف الايمن اللي انا بلعب عنده ده هو واحد على جتا تديني قا، واحد على جا تديني قتا. حطيت الطرف الايمن في ابسط صوره، رفعت عيني لقيته بيساوي الطرف الايسر، يبقى كده اثبتت ان الطرف الايمن بتساوي مين؟ بتساوي الطرف الايسر. هدخل على مساله اثبت اللي بعديها. اثبت يبقى انا بمسك الطرف الايمن بحطه في ابسط صوره عشان يديني الطرف مين؟ الايسر. تمام يا مستر. هنا ظا تربيع انا بلعب عند الطرف الايمن، همسك الطرف الايمن ده كله، كل الطرف الايمن اهو عشان يديني مين؟ الطرف الايسر. لو انت ركزت معايا هنا الظا تربيع سيتا زائد زتا تربيع سيتا، السالب ده فتوه يدخل يغير كل اللي جوه، سالب في موجب بسالب قا، سالب في موجب بسالب قتا. حلو خالص. الطرف الايمن اللي انا بلعب عنده بيقول لي هنا ايه؟ خد الظا دي زي ما هي، تمام؟ زقنا القاء قريبه منها، هاتها هنا باشارتها، حاضر. رجعت الزتا باشارتها اهي يا عم احمد، ناقص قتا تنزل زي ما هي. كل اللي انا عملته ان انا نزلت الحد الاول في مكان ونزلت الحد الرابع في مكان، الحد الثالث حطيته مكان الثاني بالاشاره بتاعته بالسالب، والحد الثاني رجعته حطيته مكان الثالث بالاشاره بتاعته. خدت الظا والقا مع بعض وخدت الزتا والقتا مع بعض. انا كده مستر اتلخبطت. ايه اللي لخبطك يا حبيبي؟ الظا تربيع والظا ناقص قا بكام؟ مش انت بتتكلم عن ظا وقا؟ فاكر احنا حاجه كنا قايلينها في بدايه الحصه، اني اول ما اقول لك هنا ظا زائد واحد تديني قا، تمام كده. انت بتكلمني هنا بقى، دي العلاقه اللي انا بقول لك احفظها، ظا ناقص قا، ادي الظا دي تنزل زي ما هي، هات القا من جوه بعكس الاشاره اهي، رجع الواحد من بره تبقى سالب واحد، يبقى ظا ناقص قا تديني كام؟ سالب واحد. يبقى انا بلعب عند الطرف الايمن، ظا ناقص قا تديني سالب واحد، الاشاره دي تنزل زي ما هي. هنا زتا وقتا، ايه العلاقه اللي تربط بينهم اللي هي ايه بقى؟ زتا زائد واحد تديني قتا. حلو خالص. انا هنا بعمل ايه؟ نزلت الزتا، مش انت بتسالني على زتا ناقص قتا، رحت مدخل القتا من جوه بعكس الاشاره، وطلعت الواحد من بره بقى سالب واحد. يبقى انا هعمل ايه بقى هنا مستر؟ شلت الزتا ناقص قتا وحطيت مكانها كام؟ سالب واحد. يبقى الطرف الايمن اللي انا بتكلم عنه سالب واحد هجمعها مع السالب واحد تديني كام؟ سالب 2. بعد ما حطيت الطرف الايمن في ابسط صوره لقيته بيساوي مين؟ بيساوي الطرف الايسر. تمام. ادخل على المساله دي. الحل بيقول لي اثبت ان الطرف الايمن ده كله بيساوي الطرف الايسر اللي هو مين؟ قتا. تمام. فانا عملت ايه هنا؟ مسكت الحد الاول والحد الثاني. كويس. الحد الاول والحد الثاني خدت انا بتكلم على الطرف الايمن، ماشي. امسك طبعا هنا يساوي، تمام. هنا الحد الاول والحد الثاني اللي انا بتكلم عنهم في جتا تربيع وهنا جتا تربيع، اخدت الجتا تربيع عامل مشترك، طلعت الجتا تربيع يتبقى معايا مين؟ ظا تربيع، الاشاره دي تنزل زي ما هي. الجتا تربيع طلعت من بره يتبقى معايا واحد،
يبقى انا خدت جتا تربيع عامل مشترك زائد الزتا دي تنزل زي ما هي. كويس خالص. انا بلعب عند الطرف الايمن جتا تربيع سيتا في، طبعا الجتا تربيع مضروبه في القوس، الظا مع الواحد تديني قا زائد زتا تربيع. انا بلعب عند الطرف الايمن اهو جتا اف قا، اي داله اصليه في مقلوبها تديني واحد، لسه قايلها لك، اي داله اصليه في مقلوبها تديني واحد. واحد زائد زتا تديني ايه يا عم احمد؟ واحد زائد زتا تديني قتا. كده حطيت الطرف الايمن في ابسط صوره، سويته بالطرف الايسر. سويته بالطرف مين؟ الايسر. عايزك تركز معايا في ايه هنا؟ عايزك تركز معايا ان في مسائل اثبت انا بديك طرف ايمن وبديك طرف ايسر. انا بلعب عند الطرف الايمن واحطه في ابسط صوره عشان اسويه بالطرف مين؟ الايسر. الرياضه يا جماعه سهله جدا 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 والله، بس انت لازم يكون عندك تركيز شديد في الشرح عشان تفهم كويس خالص، واول ما تكون عندك مسائل وعندك تمارين لازم يكون عندك اصرار عشان تحل. لازم انت يكون عندك اصرار ان انت تبقى حاجه كويسه، لازم المعلومه بتاعتك تاخدها كامله، تفهمها كامله، ولازم تتمرن كتير خالص. الرياضه دي بفهم القاعده، بفهم القانون، بعد ما افهم القانون لازم احفظ القانون، وبعد ما احفظ القانون لازم اطبق عليه، لازم احل مسائل كتير خالص. معاك ملخص المعاصر، امسك تمارين اختر، امسك التمارين المقاليه لازم تفرمها، لازم تفرم التمارين دي كلها عشان تطبق عليها وتدخل الامتحان تقفل الامتحان بتاعك. هدخل على اخر جزئيه في الحصه بتاعت النهارده عشان نقفل الدرس ده هو، وان شاء الله باذن الله كل الدروس اللي جايه باذن الله هنحل كويس فيها، وان شاء الله قريب خالص هبشركم بالمنصه عشان تدخلوا معايا ونشترك مع بعض منصه باذن الله، ونتدرب على كل التمارين اللي موجوده في الملخصات عشان ندخل الامتحان ان شاء الله ونقفل الامتحان بتاعنا. يلا بينا نكمل الحصه. المساله الرابعه في اثبت يبقى انا بلعب عند الطرف الايمن، بمسك الطرف الايمن واحطه في ابسط صوره عشان اسويه بالطرف الايسر. تمام يا مستر؟ فانا هنا مسكت مين؟ مسكت الطرف الايمن، ادي الطرف الايمن اللي انا هشتغل عليه اهو. ماشي، الطرف الايمن ركز معايا. جتا اس 4 وجتا اس 2، فانا خدت الجتا اس 2 عامل مشترك. تمام؟ جتا اس 4 خدت منها جتا اس 2، يتبقى معايا جتا اس 2. الجتا اس 2 طلعت من بره، يتبقى معايا 1. جا اس 4 وجا اس 2، فانا خدت الجا اس 2 عامل مشترك. جا اس 4 خدت منها جا اس 2، يتبقى جا اس 2 ناقص الجا اس 2 طلعت من بره، يتبقى معايا كام؟ 1. لو انت ركزت معايا بقول لك هنا جا تربيع زائد جتا تربيع بتساوي 1. كويس خالص. لو انا هنا ركز معايا بقى، لو انا سبت الجا تربيع دخل الواحد من جوه تبقى سالب 1، طلع الجتا تبقى سالب جتا تربيع، يبقى جا تربيع ناقص 1 هتساوي مين؟ سالب جتا تربيع. يبقى انا هعمل ايه؟ جا تربيع ناقص 1 هتساوي سالب جتا تربيع. تمام كده. لو انا سبت الجتا تربيع اهي دخلت الواحد تبقى سالب 1، اطلع الجا تبقى سالب جا تربيع، يبقى جتا تربيع ناقص 1 هتساوي سالب جا، جتا تربيع ناقص 1 هتساوي سالب جا. لو انا قلت لك السالب ضاعت مع السالب والجا ضاعت مع الجتا والجتا ضاعت مع الجتا، اصبح الطرف الايمن ب1. هل الطرف الايسر ب1؟ لا. يبقى الطرف الايمن حطيته في ابسط صوره هيديني كام؟ 1. اول ما امسك الطرف الايسر احطه في ابسط صوره، لسه اللي قايلها لك من شويه ان ق تربيع ناقص ظ تربيع هتديني كام؟ 1. يبقى دي رقم كام؟ 2. يبقى من 1 و2 ينتج ان الطرفان متساويان، فانا بقول لك هنا من 1 و2 ينتج ان الطرفان متساويان. ركز طب في الحته اللي جايه دي. اول ما اقول لك اثبت بمسك الطرف الايمن بحطه في ابسط صوره، ببص الاقيه يديني الطرف الايسر. طب لو حطيت الطرف الايمن في ابسط صوره وما ادانيش الطرف الايسر، اعتبرها دي المعادله رقم 1، واروح ماسك الطرف الايسر احطه في ابسط صوره واعتبرها المعادله رقم 2. هتلاقي ان رقم 1 ورقم 2 المعادلتين يعني الطرفين هيكونوا ايه؟ متساويين. هدخل على المساله الثانيه. ده لجذر تكعيبي، ده لجذر تكعيبي، يبقى ده اسمه مجموع مكعبين. ده لجذر تكعيبي وده لجذر تكعيبي، يبقى ده اسمه فرق بين مكعبين. انا بلعب عند الطرف الايمن ده كله عشان اساويه بالطرف الايسر اللي هو 2. رحت ماسك الطرف مين؟ مسكت الطرف الايمن اهو. طيب ماشي، هعمل قوس صغير واروح عامل قوس كبير. خدت الجذر التكعيبي تبقى جا الفا، خدت الجذر التكعيبي تبقى جاتا الفا، خدت الاشاره اللي في النص. اربع الاولى تبقى جا تربيع الفا، اربع الثانيه تبقى جاتا تربيع الفا. هعكس الاشاره واضرب الاول في الثانيه تبقى جا الفا جاتا الفا. على مين يا عم احمد؟ على جا الفا زائد جاتا الفا، دي تنزل زي ما هي. الاشاره اللي في النص زائد، انا بلعب عند الطرف الايمن بس. هنا جا الفا ناقص جاتا الفا تنزل. ده لجذر تكعيبي وده لجذر تكعيبي، وده اسمه فرق بين مكعبين، يعني قوس صغير وقوس كبير.
خدت الجذر التكعيبي، خدت الجذر التكعيبي، خدت الإشارة اللي في النص. أربع الأول تبقى جا تربيع، أربع التاني تبقى جتا تربيع، هعكس الإشارة وأروح ضرب الأول في التاني، يبقى جا ألفا جتا مين؟ ألفا. تمام يا عم أحمد. لو أنت بصيت على الطرف الأيمن هنا، أنا بتكلم على الطرف الأيمن أهو. دي ضاعت مع دي، ودي ضاعت مع دي، تمام كده. فأنا بقول لك هنا الجا تربيع زائد الجتا تربيع تديني واحد، والحد الأوسط ده ينزل زي ما هو، جا ألفا جتا ألفا، زائد دي تنزل، جا تربيع زائد جتا تربيع تديني واحد، والحد الأوسط ينزل زي ما هو، جا ألفا جتا ألفا. تمام كده؟ طيب أول ما أقول لك السالب جا ألفا جتا ألفا ضاعت مع الموجب جا ألفا جتا ألفا، إذا الطرف الأيمن بتساوي كام يا عم أحمد؟ الطرف الأيمن بتساوي 1 زائد 1 بتساوي كام؟ 2. بعد ما حطيت الطرف الأيمن في أبسط صورة ب2 لقيته بيساوي مين؟ الطرف الأيسر. لقيته بتساوي مين؟ الطرف الأيسر. يلا بينا. إذا كان ظا سيتا زائد زتا سيتا ب5، دي معطى، خلي بالك منه. اوجد القيمة العددية الرقم 1 و2 و3 و4. تمام. أنت مديني ظا سيتا زائد زتا سيتا بكام؟ ب5، بما أن ظا سيتا زائد زتا سيتا بتساوي 5. كويس. عايز مين أنا؟ عايز ظا تربيع زائد زتا تربيع بكام؟ عشان أديك الظا تربيع والزتا تربيع هضطر إن أنا أربع اليمين وأربع الشمال. أول ما أجي أربع القوس ده أفكه، مربع الأول تبقى ظا تربيع، مربع الثاني تبقى زتا تربيع. هعمل إيه هنا بقى؟ خدت الإشارة اللي في النص، الأول في الثاني في 2. الأول في الثاني، مش دي الدالة الأصلية في مقلوبها؟ يبقى الدالة الأصلية في مقلوبها، الأول في الثاني بواحد، ما ظا في زتا بواحد. الأول في الثاني في 2، ظا في زتا بواحد، في 2 يبقى تديني 2. أربع الخمسة تبقى كام؟ 25. الموجب 2 يروح الناحية الثانية يبقى كام؟ سالب 2. أصبحت الظا تربيع سيتا زائد الزتا تربيع سيتا، 25 ناقص 2 تبقى كام؟ 23. يبقى دي ب3 وكام؟ و20. تمام؟ طيب. ده لي جذر تكعيبي وده لي جذر تكعيبي، يبقى ده اسمه مجموع مكعبين. أول ما أحلهم قوس صغير وقوس كبير. خدت الجذر التكعيبي تبقى ظا سيتا، خدت نفس الإشارة، خدت الجذر التكعيبي تبقى زتا سيتا. تمام. أربع الأول تبقى ظا تربيع سيتا، أربع الثاني تبقى زتا تربيع سيتا. خدت الإشارة اللي في النص، الأول في الثاني، الأول في الثاني بكام؟ بواحد. ظا سيتا زائد زتا سيتا ب5 في ظا تربيع زائد زتا تربيع. الظا تربيع زائد الزتا تربيع ب23، ها 23 ناقص 1 أصبحت 5 في 23 ناقص 1 تبقى 22، 5 في 22 بكام؟ ب110. ظا سيتا ناقص زتا سيتا مش عارف اجيبها بكام، اضطريت ان انا عشان اعرف اجيبها مسكت الظا سيتا ناقص الزتا سيتا ربعتها. اول ما ربعتها عملت هنا افك دي تبقى ظا تربيع، افك دي تبقى زتا تربيع اهي. يبقى اقول مربع الاول، مربع الثاني يعني ايه؟ اربع الثاني يعني اضرب ده في نفسه. خدت الاشاره اللي في النص، الاول في الثاني بواحد، في 2 يبقى تديني كام؟ 2. ظا تربيع، يبقى هنا بقول لك ايه؟ ادي ظا سيتا ناقص زتا سيتا، لكل تربيع بتساوي ظا تربيع زائد زتا تربيع ب23 ناقص 2. 23 ناقص 2 ادتني كام؟ 21. عشان امشي التربيع اخد الجذر التربيعي، وهنا خدت الجذر التربيعي. الجذر التربيعي لغى التربيع، يبقى تنزل الظا سيتا ناقص الزتا سيتا. الجذر التربيعي للرمز يديني موجب او سالب، جذر ال21 ينزل زي ما هو، يبقى دي هتساوي موجب او سالب جذر ال21. هنا بقول لك يا ده لي جذر تربيعي وده لي جذر تربيعي. ليه جذر التربيعي يبقى مربع، ليه جذر تربيعي يبقى مربع، يبقى ده فرق بين مربعين. فرق بين مربعين يبقى اعمل قوسين، ظا سيتا في ظا سيتا، زتا سيتا في زتا سيتا، واحد موجب والتاني سالب. الموجب ده هيديني 5، والسالب هيديني موجب أو سالب جذر ال21. 5 في موجب أو سالب جذر ال21 هيديني موجب أو سالب 5 جذر ال21. وبكده نبقى عملنا عظمة في الدرس الأولاني. أشوفكم على خير إن شاء الله. الدرس اللي جاي هتوحشوني. مع السلامة.